الثالثة كالمعتاد يا ساس بعد فرصة رودريجيز الرأسية. الهدف الأول يأتي عن طريق ياسين مرياح. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم عماد العطار. النهاردة الترجي يفوز على الهلال السوداني ويحسم تأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا. هل فريق الترجي التونسي إلى دور الثمانية لربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا من النسخة الحالية 2023-2024 بعد الفوز على الهلال السوداني. تواجه الترجي مع الهلال على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بارادس ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. الترجي والهلال كانا يتنافسان على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الجولة الأخيرة اليوم، واستطاع فريق الترجي أن يخطف التأهل من الهلال بالفوز عليه بهدف دون رد ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف بيترو أتلتيك الأنجولي. وسجل هدف الفوز للترجي التونسي أمام الهلال المدافع ياسين مرياح في الدقيقة 22 برأسية من داخل منطقة الجزاء، وبذلك يتأهل بيترو في المركز الأول برصيد 12 نقطة والترجي ثانيا برصيد 11 نقطة. ودع فريق الهلال السوداني البطولة من دور المجموعات بعدما أنهى في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير يتواجد النجم الساحلي التونسي برصيد 4 نقاط. كالمعتاد يا ساس بعد فرصة رودريجيز الرأسية.